السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. يلي بتشاهدي القناة ما تنسيش طبعا تصلي معانا على النبي علشان أنا وانتي ناخد الأجر. ويلا بينا كده نبدأ ونقول على بركة الله. واحدة بتسألني من متابعين القناة بتقولي ايه هو انت ازاي بتخلي اللحمة صوصها خطير مع انك ما بتضيفيش صوصات خارجية سواء في البفتيك او في المكعبات؟ لا والله يا ست الكل، انا ما بضيفش صوصات خارجية، انا بعملها بطريقة بسيطة جدا. لو اتبعتيها هتعمليها احسن مني. وخلينا نقول على بركة الله يا ست الكل، شعار قناتنا هنا البساطة مش حاجة تانية. خلينا نقول على بركة الله عندنا نص كيلو من اللحمة المكعبات. يلا تابعي الفيديو، واللي بيشاهد القناة لأول مرة يسعدنا جدا اشتراكك وتفعيلك للجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. مشتركينا القدام ما تنسوش اللايك، ده بس من كرمكم علشان بيدعم الفيديو جدا. بإذن الله بإذن الله في الأيام اللي جاية هنزل لك فيديوهات لأول مرة بتنزل على القناة، فما تنسيش تدعمينا. جبنا الحله، رحنا على البوتاجاز، خلينا نعمل كده احلى كباب حله بصوص خطير. لمشتركينا الجداد بنقول لهم نورتونا، ما تنسيش اللايك يا ست الكل وده بس من كرمك. هنحط معلقه سمنه. انا هنا بسخن الحله بقالي حوالي نص دقيقه. هتقولي لي ليه؟ اقول لك انت بقى عايزه صوص خطير، الحكايه بسيطه خالص. هحط حوالي معلقتين من الزيت. خلاص هنا سخنت شويه الزيت وحته السمنه كويس جدا. بصي يا ست الكل، الكباب الحله قطعه اللحمه اهي زي ما انت شايفاها، ده بيكون حجمها كده اهي. بسم الله، قطعه قطعه هتنزلي بيها. اوعي تحطي اللحمه كلها على بعضها علشان انا مش عايزه ابرد الماده الدهنيه اللي انا حطيتها فيها، فانا اصبح ان انا كده مش هتديني اللون اللي انا عايزاه. اول حاجه هتعمليها يبقى لازم تسخني الماده الدهنيه جدا، وقبليها هتسخني كمان الحله. خلاص عايزه لون حلو وصوص حلو، هي الحكايه كلها بسيطه، خطوات وهتعملي خطوات بسيطه جدا وهتعملي كده احلى كباب حله. خلاص يبقى هنعمل ايه؟ هننزل باللحمه قطعه قطعه، مش هندي اللحمه كلها مره واحده، هنقوم كده نبرد الماده الدهنيه وهيخلينا اللحمه ملهاش صوص حلو. اوعي تقلبي اللحمه الا لما الجزء الاولاني ياخد التحمير كامل. 3 فصوص من الحبهان، معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره. النار بقى يا ست الكل، النار تفضل نار متوسطه مش واطيه، متوسطه اقرب للاعلى علشان اللحمه تاخد لون حلو، تاخد معاكي صدمه كويسه، تديكي صوص خطير. خلاص يلا بينا نقلبها كده. قصدنا ان احنا نلسوع اللحمه. بصي بسم الله كده، خليني كده اقربها لك على التليفون. بصي زي ما انت شايفه كده، شايفه اللون ده؟ انا قصدت ان انا اعمل كده ولسوع حته اللحمه علشان كده تدي طعم حلو جدا، تدي طعم حلو، تحمير لحمه حلو، هتدي معاكي صوص حلو، هتدي كمان حته لحمه مش قادره اقول لك دايبه دوب قد ايه. يبقى لحمه غرقانه بصوصها، متحمره كويس، طعمها مستوي كويس. هتعملي كده يا ست الكل احلى كباب حله زي ما انت شايفه اهو. انا بقرب لك الدنيا. بصي اللحمه كده لازم تتلسوع بالطريقه دي. وبرده نفس الحكايه، هستنى على الجزء الثاني لما يتحمر بنفس الشكل كده. خلاص وصلنا للي احنا عايزينه. بصي يا ست الكل، دول 6 فصوص من الثوم البلدي مش الصيني، عشان طبعا الصيني بتبقى حجم الثومايه اكبر، فممكن تحطي منها 3 وما يكونش برضو الثومايه كبيره قوي. هنعمل ايه؟ اوعي تحطي الثومه غير كده علشان اول حاجه الصوص ما يمررش منك، وتاني حاجه الثومه ما تتحرقش فتدي طعم مش حلو معاكي في اللحمه. خلاص انا هنا حمرت اللحمه كويس جدا عشان اوصل لتشويح لحمه زي ما انت شايفاه كده. الجزء الاولاني اخد مني 10 دقايق على نار عاليه، يعني على نار متوسطه اقرب للاعلى، والجزء التاني 10 دقايق برضو. وارجع واقول لك ما يهمنيش الوقت قد ما يهمني اللون اللي انت شايفاه ده. يعني لازم توصلي اللحمه للون ده. ممكن انا النار عندي تخلي ال10 دقايق يخلوا اللحمه بالمنظر ده، ممكن انت عايزه ازيد، ممكن انت اقل. الثوم بقاله حوالي كده بالظبط دقيقه. نص معلقه قرفه صغيره،
طيب ايه كمان؟ شايفه طرف المعلقه سكر. ليه؟ علشان هتخلي معاكي قطعه اللحمه طريه جدا، كمان هتخلي لون الصوص معاكي. وبرجع واقول تاني، الصوص كل ما خدمتي اللحمه في تشويحها كل ما هتديكي طعم حلو وحلقه تتميزي بيه العمر كله. خلاص كده؟ لا استني هنديها بس تقليبه. تعالي بقى اقولك على معلومه بسيطه. خلاص انا شوحت اللحمه كويس جدا، كل اللي فات ده من سواها. اوعي تحطي للحمه ميه ساقعه. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل ب3 كوبايات من الميه السخنه، والسخنه جدا كمان. خلاص. تاني حاجه، انا اديت اللحمه بتاعتي كل الميه اللي هي هتحتاجها للسوا. تاني حاجه، ما ينفعش ان اللحمه اثناء السوا ازودها في ميه ازودها في ميه، انا كده قللت الطعم بتاعها وكده ما بقالهاش طعم. لكن لما اديها الميه بتاعتها من البدايه واسيبها مع نفسها تستوي، تاكدي انك هتاكلي لحمه حلوه جدا. غطيت الحله، ومهم جدا طبعا ان احنا نغطي الحله اول تلت ساعه من اللحمه. اول ما الميه تغلي بيها عدي تلت ساعه بعدها بغليان الميه باللحمه. بعد كده كل الوقت اللي هتاخده اللحمه، ان كان ساعه وربع او ساعه مثلا وتلت، ده حسب تسويه اللحمه عندك. انا هنا المفروض يعني بعد التشويح وبعد كل اللي انا عملته هتاخد لها ساعه وتلت. اللحمه عندك تفرق سواها وعندي تفرق سواها. لازم نتاكد ان اللحمه استوت كويس جدا بالشوكه لما بنغرزها فيها. فعلشان كده انا بقولك هنا هتاخد عندي ساعه وتلت. خلاص. اول تلت ساعه اللحمه غلت كويس جدا، بعديها بتلت ساعه ههدي عليها النار واسيبها بقى مع نفسها. خلاص كده اللحمه استوت جدا. بسم الله. دي بقى اللي يتقال لها يا ست الكل كيف كانت وكيف صارت، مش اي حاجه تانية. ننزل بنص معلقه من الملح ونديها تقليبه، وبعد ما تضيفي الملح نسيبها حوالي كده. شايفه الصوص؟ شايفه؟ مش قادره اقولك الريحه اللي قلب الشقه والله العظيم. بصي كده ريحه جميله كده، عارفه مقربه كده شويه. الله، انت عارفه لحمه العيد كده بيبقى سبحان الله ليها ريحه وطعم يعني خالص غير التانية العاديه. اللحمه ريحتها حلوه، حته لحمه شاربه صوص زي ما انت شفتيه. احب اوريهولك تاني برضو يا ست الكل. شايفه الجمال والحلاوه؟ خلينا بقى بعد ما اضفنا الملح نسيبها لمده 5 دقايق كمان. النهارده حطيتهولك في طبق مفرود علشان تشوفي الجمال والصوص الخطير التحفه. مش اي كباب حله يا ست الكل نقول له انت كباب حله. وحته اللحمه زي ما انت شايفه كده الدايبه دوب دي، ايه الجمال والحلاوه دي. بتظلمي كباب الحله يا ست الكل لو ما حطيتلوش لايك. ولو لو عجبتك القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.